طبعا انا بشكر نون عشان علقت في الفيديو ده وبحبك جدا. وحطيت الكومنت بتاعك في الفيديو. يلا بينا بقى نبتدي الفيديو بتاعنا. ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. الفيديو النهارده هيبقى عباره ان انا اشتريت شنطه للمدرسه جديده، فانا حبيت اشاركها معاكم واوريكم شكلها يعني وكده بالتفاصيل وكل حاجه فيها يعني كده. تمام يا اصحابي؟ طبعا ده الكيس اللي انا كنت جايبه فيه الشنطه. بس قبل حاجه اي حاجه دلوقتي انزلوا اعملوا اشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس عشان خاطر يوصلكوا كل جديد. ويعجبكم الفيديو دوسوا لايك للفيديو وشيروا مع اصحابكم وبس كده يا اصحابي. وحابه اقول لكم اللينك بتاعتها هيبقى تحت في الديسكريبشن، خشوا اعملوا لها سبسكرايب هي كمان. وبحبكم خالص يا اصحابي. ويلا نبتدي الفيديو بتاعها. طبعا الشنطه بتاعتي انا لسه جايباها جديده السنه دي، يعني حبيت ان انا اشتري جديد السنه دي. فبس كده كنت حابه اقول لكم المعلومه دياتي. وبعد كده يا اصحابي دلوقتي بقى هنبتدي عشان خاطر اوريكم التفاصيل بتاع الشنطه كلها. طبعا بقى يا صحابي هو ده الكيس اللي انا كنت جايبه فيه الشنطه. صراحه يعني هو كان شكله كيوت جدا وشكله سيمبل جدا، فانا حبيت ان انا اوريه لكم. مش عارفه ليه، مع انه ملوش اي 60 لازمه، بس انا حبيت اوريه لكم. المهم طبعا هتشوفوا حاجات حصلت دلوقتي غريبه. طبعا يا صحابي انا كنت بعاني جدا وانا بطلع الشنطه من الكيس عشان خاطر كنت ماسكه الكاميرا بكيس وبصور، يعني كنت ماسكه الكاميرا بايد بفتح بالشنطة. طبعا الشنطة كنت حابة اوريكم ان هي مكتوب عليها اديداس تحت وفوق. تمام يا صحابي؟ طبعا بقى وكانت خامتها جامدة جدا وانا حبيت خامتها صراحة يعني يا صحابي. طبعا اول حاجة بقى الشنطة بتاعتي دي عبارة عن سوستتين. تمام؟ السوستة الاولانية اللي هي الصغيرة اللي انتوا شايفينها ديتي. تمام؟ وبعد كده السوستة الكبيرة اللي هي الاساسية في كل الموضوع ده. تمام كده يا صحابي؟ طبعا هننتقل دلوقتي لاول سوستة. طبعا ما تاخدوش بالكم ان انا بفتح بايد واحده زي ما قلت لكم اني بصور بايد التانية. تمام يا صحابي. هي حجمها صغير شويه، ممكن دي تاخد اللانش بوكس، المقلمه، الحاجات اللي هي الصغيره على قد كده يعني يا صحابي. هنبقى نشوف الموضوع ده في الفيديو، هبقى اصوره معاكم يا صحابي تجهيزات المدرسه وكده. تمام كده وكده السوسته الاولى. طبعا لكم نبقى نشوف تجهيزات المدرسه، اصور لكم فيديو. دلوقتي هننتقل للسوستة اللي بعد كده، واللي هي السوستة الأكبر والأهم في الموضوع ده كله. طبعا يا أصحابي هي فيها سوستتين. السوستة اللي هي اللي فوق دياتي، تمام، والسوستة ايه اللي تحت دي عشان خاطر مثلا لو حاجة اتفسخت هيبقى موجودة التانية فما يحصلش مشاكل. فحاجة جامدة جدا برضو حبيتها أنا صراحة. طبعا كمثل برضو كنت بعاني جدا عشان خاطر افتحها، فقررت ان اقفل الفيديو. بعد ما اقفل الفيديو فتحتها ورجعت صورت تاني بالفيديو الحمد لله، لان كنت بعاني جدا صحابي عشان خاطر افتحها. المهم فتحناها زي ما انتم شايفين كده بقى. تمام. هي سوستة صراحة يعني كبيرة جدا من جوه وواسعة جدا يا صحابي، وانا حبيتها صراحة. يعني انتوا شايفين الوسع او يعني شايفين هي واسعة قد ايه. تمام. وفيها اللي هي فاصل بينها كده بحتة قماش صغيرة. طبعا انا حابة اعملها فكرة حلوة كده في الشنطة، بس لما يجي بس وقت الفيديو ده ان شاء الله هينزل لكم قبل ليلة المدرسة. هبقى اصوره ساعتها يعني كده وهينزل لكم حسب الوقت بقى وكده. تمام. بس كده. برضو عمالة كنت بعاني برضو نفس المعاناة ان انا اقفل السوستة، فقفلت الفيديو ورجعت قفلت السوستة ورجعت لكم تاني يا صحابي. تمام بقى يا صحابي. وبعد كده كنت حابه اوريكم ان في الجنب كده في زي جيب صغير كده، ده اللي ممكن يتاخد فيه ازازة الماء. طبعا هو مش ضيق، بس عشان خاطر انا كنت ماسكه قلت لكم الكاميرا بايدي وبصور بايد، فما كنتش عارفه ادخل ايدي فيها او كده. كمان مش في جيب واحد، في جيبين لو انتوا ساعات تاخدوا ميه وبيبسي، ميه وعصير وكده، يعني متوفر جدا. والشطه دي حبيتها صراحه جدا. تمام كده يا صحابي. وبعد كده حبيت اوريكم الظهر بتاعها. خرافة جدا. حسيت ان هو هيبقى مريح كده وهيريح ظهري، ان انا القماشة بتاعتها جامدة جدا. وكمان برضو يا صحابي نفس اللي هو الكتف هيتلبس ده من تحت برضو حلو جدا، نفس القماشة دي. ومن فوق نفس القماشة اللي هي بتاع الشنطة، الكواليتي اللي هو من بره للشكل السيمبل ده. طبعا يا صحابي انا اكتر حاجة حبيتها في الشنطة دي واخترت ان انا اخدها عشان خاطر هي لونها اسود، لان انا من عشاق اللون الاسود. تمام كده يا صحابي، نكون وصلنا الفيديو النهارده. اللي عجبكم فيديو النهارده انزلوا اعملوا اشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس عشان خاطر يوصلكم كل جديد. دوسوا لايك للفيديو وانتظروا الفيديو بتاع تجهيزات ليله المدرسه ان شاء الله قريبا جدا. بحبكم خالص يا صحابي، ونشوفكم في الفيديو الجاي باذن الله. بس اهم حاجه اعملوا اشتراك في القناه، ولينك قناه بنت عبيتي تحت في الديسكريبشن، خشوا اعملوا سبسكرايب. وباي يا صحابي.